السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة عاملين فيديو مهم جدا جدا بمناسبة غلاء الأعلاف. الفيديو ده بيتكلم عن إن إحنا نقدر إن إحنا نحافظ على الأرانب بتاعتنا، وفي نفس الوقت نعوض نسبة من العلف. يعني مش هنوفر نسبة كبيرة بنسبة 100%، لا احنا هنوفر نسبة ما تتعداش ال20% أو ال25%. بس طبعا هي بالنسبة للناس اللي عندها مزارع أو الناس اللي عندها كمية أرانب هتبقى نسبة معقولة جدا، وفي نفس الوقت هتنفعك برضو، لأن أنت كل لما توفر بنسبة 20% يعني كل 100 كيلو علف هتوفر 20 كيلو علف. فدي نسبة كويسة بالنسبة انك هتفضل شغال زي ما انت شغال واحسن كمان. الانواع الارانب يا جماعة اللي احنا نقدر ندخل لها البرسيم في العلف، الارانب اللي هي ما عندهاش ارانب صغيرة بتاكل. اي ارنب عدت 3 شهور ونص او ارنبة عدت ال3 شهور ونص في العمر، يعني الارانب الاحلال اللي انت مربيها عندك اللي عدت عمر ال3 شهور ونص، ممكن ان انت تقلل 20% من الوجبة بتاعتها بتاعت العلف، وتدخل لها نسبة برسيم عندك، يكون طبعا مش مبلول، يكون محشوش من فترة وناشف كويس من المية، معلوش أي مية ولا أي حاجة. وتبدأ إن أنت تحطه للأرنبة فوق البوكسة بالطريقة دي كده، عشان ما تحطوش تحت رجليها أو تتبول عليه، وطبعا فوق بالطريقه دي كده وهي تشد منه. بس طبعا ما ينفعش يا جماعه ارنبه معاها خلفه زي ديت، يعني ارنبه زي دي معاها خلفه بتاكل اهيت، ما ينفعش ان احنا نحط لها برسيم زي الارنبه دي. الارنبه دي طبعا معاها خلفه صغيره اهيت، طبعا الخلفه دي لسه بترضع وما تطولش ان هي تاكل، ممكن تكون برضو بتاكل بس ما تطولش تاكل من فوق، لان هي طبعا هتاكل من العلاف واكلها خفيف برضو. يعني كمان 5 او 6 ايام مش هبدا احط برضو الارنبه دي برسيم. أرنبة زي دي كده طبعا ولادها هيطولوا ياكلوا وهياكلوا معاها، فمش هينفع نحط لها برسيم. أرنبة زي دي برضو الخلفة بتاعتها لسه صغيرة، ممكن إن إحنا برضو نحط برسيم عادي أهو. أرانب زي دي برضو الخلفة بتاعتها صغيرة زي دي برضو أهي، ينفع برضو إن إحنا نحط لها برسيم. أي أرنبة يا جماعة الخلفة بتاعتها صغيرة لسه ما كلتش أو ما اتعلمتش الأكل، دي برضو في انتظار ولادها هي. دي الخلفة بتاعتها صغيرة برضو أهيت، وعندها هناك طبعا هما مش بيطولوا برضو ياكلوا، دي برضو في انتظار ولاده. ديت بتفرش اهي، حاطين لها برضو، دي برضو حاطين لها هي ارانب برضو صغيره هي، بس ما تطولش تاكل من فوق. يعني الارانب اللي مفتحه دي واللي بتطلع وتخش دي يا جماعه طبعا كمان يعني دول كمان 5 ايام مش هبدا ان انا احط برسيم للارنبه دي خالص، غير لما افطم ولادها. لما افطم ولادها ان شاء الله ابدا ان انا احط لها وجبه برسيم زي الارنبه دي كده. طبعا ما ينفعش ان انا احط لها برسيم. دي برضو شغاله يا جماعه، ينفع ان انا احط لها البرسيم. احط لها البرسيم، هل ان انا استغنى عن الوجبه الكامله؟ لا، لازم ان انا احط لها البرسيم ده. اقلل ربع الوجبه او اقل من ربع الوجبه، حاجه بسيطه، يعني اقلل 20% من الوجبه. يعني الارنبه دي لو بتاكل 120 جرام الصبح و120 جرام بالليل، هحط لها 100 جرام الصبح و100 جرام بالليل، وابدا ان انا احط لها شويه برسيم زي دول في وقت الظهر كده بين الوجبتين، بحيث ان انا تكمل الجوع بتاعها في الفتره ديت، ما تجوعش، تعديها من الوجبه ديت للعلف بتاعت الصبح للوجبه بتاعت العلف بتاعت بالليل. وطبعا برضو البرسيم هيمدها ببعض العناصر الغذائيه، وفي فوائد طبعا بيزود اللبن عشان الخلفه الصغيره، وفوائد كتير. بس طبعا هو خطر جدا على اي ارنب ما تعداش ال3 شهور، يعني الارانب ديت والارانب الاحلال برضو اللي هي والارانب التسمين والكلام ده يا جماعه، اي ارنب ما عداش ال3 شهور ما ينفعش ان احنا نحط له برسيم. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.